عرف أمه هلاته. إذا ما سويتش السوري ولا بث مباشر بعد 5 دقائق بلغوا الشرطة. كيف عرفوه؟ شكله في جهات تصنت ولا بكاميرا مراقبة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلي اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كما قال ايوب طارش، ادق القاع دقه لا تمشي دلا، واعطي القاع حقه ما دامك حلا. تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتي بيتي. اهلا وسهلا اهلا. طبعا كرت لا والله راعي شغلي راعي شغلي. كان بيت على كرت وانا نسيته كررته انه الكرت. طبعا الكرت بضع الشنطه هنا. هاي متابعيني، أنا الآن وصلت بيت زوجي وأنتم عارفين أنا في بيت غير بيتي. بتوحشوني. سلمي عليهم. زوجي يسلم عليكم. ايوه سلمي عليهم، قول لهم ان شاء الله نزورهم، نجي عندهم نعمل يوم كامل نرقد عندهم للصبح، وإن شاء الله بنزوركم إيش؟ وننام عندكم حتى الظهيرة. من هم؟ عمتي وصهوري، زيارة الأرحام أصلا مليح قال لك زيد الرزق. هذا متابعيني. خلاص خليهم هدقوا يعملوا لهم يومون عندنا يقع غدا وعشاء وسمرة للصبح. يلا مع السلامة يا متابعيني، إذا ما سويتش السوري ولا بث مباشر بعد 5 دقائق بلغوا الشرطة. أحسن عادوا لو تجي الشرطة قالوا يقع عزومة من جهة أمنية. أقول لك هذا متابعيني، يعني أنت ما تفهمش. يعني ما يقعوا ليش؟ لا ما يقعون ليش؟ لا يقول طال أنا الشنة رحاد شنبتين. أنت تعرف مواقع التواصل الاجتماعي؟ ايوه اعرفه، انا ما اعرفه ايش قصدي، يعني انا شو اسال واللي يسال ما يتوه. طيب تعرف السوشيال ميديا؟ ايش نسال على التواصل الاجتماعي ده؟ نشر من عندنا 2 سوشيال ميديا، واحد لي ان شاء الله، بس نحصل لابو حامد. تشتغل 2 كيف يجي؟ كيف شكله؟ تعرفه انت؟ ايوه عرف امه هلاته، عرفه معانا منه بالبلاد بالآن. كيف يجي هذا؟ كيف شكله؟ كيف يجي؟ يجي دوب وقصير وخضار، طويل نحيف وخضر. ايش تقول انت؟ يعني ما يجيش خضر، مو من اخبار، هذا يجي عبر النت بالتلفونات. بالتلفونات. اين من الزر الاخضر هذا اللي يجاوب به؟ خلاص بس لا تضبح بيش، طلعت لي الضغط، روح جيب لي اكل. تمام الان احلى صبور، يعني ما بش ما عنديش سوشيال ميديا. لا يصطبحوا امشي قلتوله. هاي متابعيني، دعوتكم لزوجي راح يجيب لي صبوح، وانتم عارفين ايش اللي بنفسي، وان شاء الله ما ينسيش الصحاوق القبل. ابشري واعرفي احلى سحاوق مع القبل. نسيت السحاوق، الله معك. باي تنزاتي، بروح اشوف من يدق الباب، وانتم عارفين ان هذه اول دقة لنا في البيت الجديد. مين؟ انا علي الحسود في بعد يا حلاوة. ايش قلت من صبوح؟ بزالية مع التونة الشاهي يقول سحاوق قون بيض. جبت اللي بنفسي. اصلا انا داري مبرد، انت داري ان انا يعني دارسك من عادك بصفوة. بالرومانسية. ايوه انت داري ان انا كنت في 40 الرومانسية دي، خاصة مع الاستاذ عبد القايد ايش؟ 35 من 40. الله مطولي كارول. اقول لك انا كنت ارسل بالصوت مذاكره يشرب مرتاح ليش الماده ولا ارتاح حتى الاستاذ حقي. هي صبر فيه.
اتمختاري يا حلوة يا زينة يا وردة ايوه مدري مو قال الفنان الكبير ولا اهداء، خلينا نصطبح، قد السكر ارتفع. أمانة يرتفع السكان. أصير الحاط اشتري خبر يرتفع لأنه بالمدينة هنا قالوا لا أسعار تزيد على طول. أصير اشتري وارجع. اجلس الصبح ونص الصبح، ايش تشرح هذه الساعة؟ الأسعار قالوا ترتفع يعني. ما عاد شيء صبوحك، الصبح انت راسي قاعد. اللهم طولك يا روح، بس تكون طويل ونحيف وخضراء. صبح الروح الخدمة يسار خلاك ما كان امس ارحميني. هاي فنزاتي، دعوتكم لي بالشفاء، راسي يحسوا بينفجر، وان شاء الله تشوفوني بفسوري جديد. ايوه واقي نقل الخشبان تلبوا. الحمد لله على سلامة المدام، وإن شاء الله ما تشوف شر. أش فيه؟ ما فيش حاجة، شوية حمى شوية صداع، وإن شاء الله تكون تستخدم هذا قبل كل أسطوري وقبل كل ليف وبعد كل ليف، وإن شاء الله يروح الوقع. مالك يا مجنون؟ ما فيش حاجة، ولا تخاف ولا تقلق، لو شاءت الأمور سيرت الصعب موجودة تحت. من أسطوري مام هم لاقيتني. دارين ايش عرفك انني مريض؟ هو مدرو مش انا. منو؟ ها لا، القلب حقي. انت داري انه دارسك من صف اول انا قلتوا لي، يعني داري بكل حاجه، الحين تمرضي وحين تشفي وحين تقوعي وحين تضمين. تمام، هات العلاج شربه وانت روح كمل صبوحك. اظن بعد الاكل، واظن تقريبا بعد الاكل. هذا كله بعد الاكل؟ لا هذا مش بعد الاكل، بعد الصبر. فلا ما اكلتيش كيف تستخدم العلاج؟ لا حول ولا قوه الا. كيف عرف اني مريض؟ كيف عرف صاحب الموتور اني احنا نشتري صبوح من هذيك البوفيه؟ كيف عرف صاحب البوفيه نوع الصبوح؟ والرجال اللي لحقنا بالسحاوي قال لي ده العلاج. كيف عرفوه؟ شكله في جهات تصنت ولا بكاميرا مراقبة. كيف شعرف أنا كيف عرفوه؟ بس بعرف ولو بعد حين. هاي فنزاتي، كيفكم؟ اخباركم؟ انا حاليا شربت العلاج وحاسه بتحسن. كان نفسي اسوي معكم بث طويل، بس انتم عارفين انه لا خازن ولا شاحن، وكمان الجوال مشي حالك. متواصلين، باي باي. هذا معاش باب شقادق وباب اليمن. يا الله خرقان. موفي ينسير. انا اللي امزح معاه. شمزح بأبوك البلطة هذه الشاهدة. امزح وجهك من الوسخ بس. من الهبالة. جبت لك خازن مع توصيل وكالة، مع تلفون ايفون وكالة، من المصدر الأول للهواتف الذكية، وإذا كمل الشحن ولا طفيت الكهرباء معنا ماطور تحت استأجرنا من ورشة زكريا نبيل السلوي. أي خدمات؟ الله يفتح عليك. هذا علشان مين؟ علشان المدى ما يقطعش عليه البث. الله يقطعك إن شاء الله. مو في يا والد، مو فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو في يا جماعة، مو هال. تلفون. جبت التلفون. أيوه. خازن وشاحن. صدق انك زلنا ثاني. يلا خليني اروح اشحن. شكله بكي مرت مراقبة داخل البيت، ولا فواحد صنت علينا.
ما درى مو يهون شاحن وتشخازن التلفون حقه ما يعملش. ضروري اكتشف انا كيف عرفوا ضروري ادري. شكله بكاميرا مراقبة بالبيت، ولا كيف يعرف؟ ليش ما يعرفوا إلا طلبات المرأة وأنا طلباتي ما يعرفوهن؟ من أول ما طلعت المدينة وأنا أخبار اللحوح بسباس. شكل المرأة تقس تتصل لأمي وتهادره، وما تقس تبقبق ونونا والجيران ناقلوا الخبر. إذا بجلس أراقبه وأشوف منين يخرج الخبر. هاي فنزاتي، حبيت أقول لكم بث مباشر من جوالي الجديد. كيفكم؟ هاي مالكم يا متابعيني كذا انقسطوا؟ اصلا اذا وقت الماء بطلت يمه. من هون المتابعين هذول؟ متابعيني من كل الدول، من كل الدول يعني بنات ورجال ونساء وحريم كلهم. يعني الان يسمعوا انه صوت وصوره لخابرتوهم. ايوه. ما لا قولي لهم اشتي كلمهم بكلمه. حسام الشي يكلمكم بكلمه. هاي السلام عليكم، اهلا بالفلزات ولا فلزات ولا والعناصر الكيميائيه كامل. اود ان اخبركم بكلمه كلمه واحده بس. اشتي اقول لكم انه ذي المرة طالق. ليش يا حسام طلقتني؟ ليش طلقتيك؟ شو اقول لك انا ليش؟ راح التلفون. انت عارف انني مشهوره وانه معي متابعين كثير. مشهوره ولا غير مشهوره كذا بتكون النهايه، لأنك تخرجي أسرار البيت. المفروض أسرار البيت لا تخرج لا بحالات واتساب ولا بكلام نسوان ولا حتى مع اتصال مع أهليك، لأنه أنت داري إنه لا في مشكلة بيني وبينك أنا وأنتي بنحل بيننا البين بيوم واحدة. لكن لو انتقل المشكلة لأهليك ولا لأهلي بتكون 4 أطراف صراع، كل واحد منهم بيصفي حسابه مع الآخر على حسابنا نحن. ما بالك لو تخرج المشكلة حقك ل60-70 مليون نسمة. أقل حاجة 50 سنة صراع بين منتقد وناصح. صعب إن أنا أحاول إن أنا أقنع الشعب هذا كله. لا تصدقش المثل اللي يقول لك ما في قلبي على لساني. صدق المثل اللي يقول لسانك حصانك إذا صنته صانك.